ان شاء الله. يا رب تكونوا جاهزين بقى بصفوت حجازي. مقاطع. طب نسمع مقاطع لصفوت حجازي من التحقيق بتاعه، نسمعها ونرجع تاني. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا لست عضوا في جماعه الاخوان المسلمين، ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده. احلف لكم بالطلاق، انا مش ضد عزل محمد مرسي ولا محاكمته ولا محاسبته. مفيش حد من البشر فوق المحاكمه ولا المساءله ولا المحاسبه. لو الزمن رجع بينا ورا لا يمكن هقف جنب الاخوان. لا يمكن تقف جنب الاخوان. مش عشان هم ارهابيين ولا بتوع دم، لا، عشان هم ما بيعرفوش يشتغلوا، وعشان هم ما بيعرفوش يعملوا الحاجه الصح. ايه ده خيال علمي. ده ولا الدكتور زغلول النجار. زغلول النجار قال لك ايه؟ احنا نسيناه. زغلول النجار ما هو من الاحداث المؤسفه اللي حصلت الواحد. قال لك اللي خرجوا في 30 يونيو دول زباله المجتمع، حساله المجتمع. ما هو كل مجتمع ده كلام زغلول النجار له حثاله. فاللي خرجوا دول حثاله وزباله المجتمع. تصوروا رجلا يعني كنا نتصوره رجلا صالحا ورجلا تقيا ورجلا يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن. وطبعا انتوا عارفين ان انا ليا رأي في الحكاية دي، قلته قبل كده 1000 مرة انه الإعجاز العلمي في القرآن ده كلام فارغ وغلط وما ينفعش، لأنه العلم متحرك متقلب متغير.